معانا النهارده دكتور حسام زيدان، اونر اي بي ار اكاديمي. اي بي ار اكاديمي هي educational اكاديمي بتدي سيرتيفيكتس في مجال الرهاب والسترينث اند كونديشننج، معتمده من ايس. مظبوط كده؟ صحيح. طيب عايزين نعرف اكتر عنك وعن الشهادات او يعني مين دكتور حسام للناس اللي مش عارفه او الناس اللي عايز تعرف اكتر عنك. انا اسمي حسام زيدان. انا معايا بكالوريوس تربيه رياضيه، وبعد كده ماجستير تربيه رياضيه، بعد كده دكتوراه تربيه رياضيه في تخصص الاصابات الرياضيه والتاهيل. بس الدكتوراه لسه يعني ايه، انا شغال في البي اتش دي. انا عضو في الاتحاد الدولي للطب الرياضي والاتحاد البريطاني للطب الرياضي والتمرينات والكليه الاوروبيه للعلوم الرياضي، وطبعا فاوندر بتاع ايس. اوكي، ما شاء الله عليك. طيب عايزين نعرف، انت كنت شخصيا اهلت لعيبه كتير منهم كابتن محمد ايهاب، صحيح. فعايزين نعرف الجورني دي، او يعني بتبقى الموضوع زي ما هو برضو سهل بالنسبه لك، زي ما كده هتلاقي صعوبات لان بيبقى لعيب وراه يعني في بلد في ظهره، محتاج ان هو يوصل لمركز كويس، محتاج ان هو يتحسن 100% عشان يعرف يكمل. فبتبقى الجورني بتاعت اللعيبه دي بالنسبه لك بتبقى عامله ازاي؟ الجيرني بتاعت اللعيبه لا، هي الجيرني بتاعت اللعيبه الصراحه بتكون في بعض الاحيان بتكون ممتعه، وفي بعض الاحيان بتكون مرهقه جدا. اكيد. لان كل ما الحاله بتاعت اللعيب بتكون تشالنجينج او بتكون محتاجه تحديات كبيره، وزي ما انت قلت بيبقى فيه a lot on stake، يعني عندنا حاجات كتير على المحك ورا الموضوع، فبيبقى التفكير كتير ان انت الغلطه ممكن يكون وراها يعني عواقب كبيره. فالرحله دايما بتبقى فيها تفاصيل وبتكون دقيقه جدا، وكل حاجه بتكون محسوبه. اوكي، جميل. طيب دلوقتي عايزين نعرف اكتر عن الاي بي ار اكاديمي. ايه الهدف اللي انت شايفه من وراها، او انت عاملها على اساس الجول بتاعها ايه؟ بص، اي بي ار اكاديمي انا ابتديتها تقريبا، او اول حاجه احنا قدمناها في اي بي ار اكاديمي كانت في ديسمبر 2019، وبعد كده خلصنا الاعتمادات الرسميه اللي هي الاوراق القانونيه بتاعه الشركه والاكاديمي في تقريبا فبراير 21. كان الهدف بقى ايه من اي بي ار اكاديمي؟ يعني احنا ليه عملنا اكاديميه تعليميه؟ يعني انا ضد يعني قصه الاكاديميز الكتير واي حد بيتكلم في الاديوكيشن، بس هو كان الهدف ان انا لما اشتغلت في الريهاب كان ليا different perspective، كان ليا وجهه نظر مختلفه. ما كنتش يعني رفضت ان انا اكون في القالب اللي موجود، اللي هو بيبص للرهاب ان هو ممكن في ناس بتروح تشتغل حاجات مشابهه للعلاج الطبيعي، وده طبعا غلط جدا. وفي ناس بتعتمد على ان الموضوع بيبقى عشوائي قوي. فانا حاولت ان انا ايه، يعني امسك العصايه من النص واشوف الاتجاهات العالميه في المهنه دي شغاله ازاي بالظبط. وفعلا ابتديت ان انا اعمل السيرش بتاعي وشفت في امريكا الريجوليشنز بتاعت الرهاب ماشيه ازاي، وفي اوروبا وفي استراليا، وعلى اساسها ابتديت ان انا احط الشغل بتاعي. فلقيت ان انا ده مختلف، بتكلم مع الناس ومحدش فاهم انا بقول ايه بالظبط. فبدات افكر، طب هو انا عشان اجيب حد يشتغل معايا محتاجه يعمل ايه الستبس اللي انا محتاجه ان هو يمشي عليها عشان يقدر ان هو يشتغل فعلا ويطلع نتيجه من الشغل بتاعه. والستبس اللي انا فكرت فيها عشان اقدر ان انا اشتغل هي الستبس اللي احنا ترجمناها لإديوكيشنال باث او مسار تعليمي جوه الاكاديمي بالظبط. في الاول ما كانش عندنا اكريديشن، يعني احنا مجرد كنا عاملين الكريكولم بس، ما كنتش انا لوحدي اللي يعني انا كان عندي فكره الكريكولم، بس كان في تيم موجود شغال على الموضوع ده. جبنا الاكريديشن بتاع النسم والافا في تقريبا 2022، وفضل معانا سنه، وبعد كده غيرناه للايس. فدي كلها فكره الاكاديمي، ان احنا عايزين نرسم طريق للناس اللي حابين يشتغلوا في الريهاب والسترينث اند كونديشننج عشان يعملوا فعلا شغل سليم، مش مجرد ان هو يعني انت عارف السوق مليان شو كتير.
فاحنا عايزين الناس يعني اعمل الشو كويس جدا، بس في نفس الوقت لازم اللي انت بتعمله ده يبقى فيه كواليتي ويحقق فاليو حقيقيه. واكبر فاليو احنا لازم نحققها ان احنا فعلا نحافظ على سلامه وامان العميل اللي احنا بنتعامل معاه. لان الغلطه زي ما بيقولوا كده بفوره. مظبوط. لما تتعامل مع لعيب مصاب انت مش بتتعامل مع سليم. السليم ممكن لو عملت حاجه غلط هيتوجع شويه وخلاص وهيريح، انما لما تتعامل مع مصاب وتعمل له حاجه غلط فالاصابه بتاعته هتزيد. فده طبعا بتبقى عمليه كوستي جدا، مكلفه جدا لو انت بتتعامل مع لعيب اليت. لعيب اليت ده معناه ان هو عقد بفلوس، الوقت عنده او الثانيه عنده بفلوس. يعني حاجات كتير بتكون على المحك. فاحنا ما عندناش رفاهيه ان احنا ايه، ان يكون في ترايل اند ايرور. ما فيش رفاهيه ان انا هيبقى عندي محاوله وخطا، هو محاوله ونجاح. صح. محاوله ونجاح بس. مظبوط. وبتبقى صعبه حته ان انا اجيب شهاده معتمده وان انا اطبقها عندي في اكاديميه في مصر، ولا الموضوع ده بيبقى خطواته؟ بص انا مش جايب الشهاده بتاعه الايس، او ما في الاول حتى ما كناش جايبين الشهاده بتاعه النسم. احنا عاملين اور اون كريكولم، عاملين المنهج بتاعنا. وقدمناه للمنظمات دي. المنظمات دي بيبقى عندها ريجوليشنز او عندها مجموعه من المعايير اللي لازم تتوفر في اي برنامج تعليمي، وده الطبيعي. يعني انا برضو بحكم ان انا عضو هيئه التدريس، فانا على درايه واطلاع بالجزء ده. عندنا حاجه اسمها الضمان يعني وحده ضمان الجوده او الكواليتي اشورنس يونت. دي اللي بتضمن فعلا ان البرنامج التعليمي بيحقق الاهداف بتاعته. والبرنامج التعليمي ما بيكونش الهدف منه معلومات بس، يعني المعلومات هي بند واحد من ضمن البنود كتير لازم بتتحقق في البرنامج التعليمي. من ضمن الحاجات اللي لازم تتحقق في البرنامج التعليمي ان انا ابني الكاركتر بتاعه الشخص اللي هيمارس المهنه ده. لازم الشخص اللي يمارس المهنه ده يبقى السمات الشخصيه بتاعته شكلها عامل ازاي، لازم يفكر ازاي. صح. فدي من ضمن الحاجات اللي بتبقى موجوده عشان نعتمد البرنامج. فاحنا صممنا البرنامج وقدمناه للمنظمات دي، بيراجعوه، بيعملوا له ريفيجن، وبعد كده تقريبا بعدها بشهر او بشهر ونص بيردوا علينا لو في اي اديتس او تعديلات احنا محتاجين نعملها في البرنامج عشان يبقى مطابق للمواصفات اللي هم ماشيين عليها. طب هم بيعتمدوه على اساس ايه؟ بيعتمدوه على اساس حاجه اسمها ساعات معتمده. الساعات المعتمده دي حاجه لازم الخريج بتاعهم او الشخص اللي حصل على الشهاده من عندهم يجمعها عشان يقدر يعمل تجديد للشهاده مره ثانيه. ليه يعمل تجديد للشهاده؟ ودي نقطه مهمه مش موجوده عندنا تقريبا في مصر، محدش بيعمل رينيوال للشهادات. انت دلوقتي جيت عندي في النهارده، احنا النهارده 24، جيت اخدت شهاده والشهاده دي كان فيها معلومات معينه. الشهاده دي بتكسباير بعد 3 سنين، تيجي تعمل رينيوال للشهاده مش معقول هتدخل تاخد الكورس مره ثانيه. انما لازم اطمن ان انت اب تو ديت، المعلومات اللي عندك ابديتد او المعلومات اللي عندك محدثه، لان احنا كل يوم عندنا شغل جديد. انت ممكن امبارح كنا بنشتغل بطريقه، النهارده لا في طريقه احسن منها، وبكره ممكن الطريقه بتاعت اول امبارح بقت طريقه فاشله اصلا ما بتحققش نتيجه وبتضيع وقت. فعشان اضمن ان انت ابديتد على طول، المؤسسه دي بتدي لك الكورس اللي هو فيه الاساسيات المبادئ. انما عشان حضرتك تبقى مميز والسكيل بتاعتك على طول متطوره، بيجيب الاكاديميز اللي زينا، او هو حتى بيعمل برامج بيسميها تحت بند الساعات المعتمده والتعليم المستمر. ولازم حضرتك تجمع عدد معين من الساعات المعتمده عشان تقدر ان انت تجدد الشهاده مره ثانيه. طب في حاله ان انت ما جمعتش الساعات المعتمده ما تقدرش ان انت تجدد الشهاده. وفي بعض الاحيان لو ما جددتش الشهاده في وقتها بتتلغي وتعيد السيرتيفيكت كلها مره ثانيه. صح. ففعلا لازم عندنا الحته دي فيها في كل المجالات برضه. حته الشهاده دي ناس كتير في جميع المجالات ممكن ما هي الشهاده حصل فيها ازمه بسبب ان كل الناس بتعمل اديوكيشن. يعني اي حد دلوقتي شايف ان هو عنده معلومات، طب يلا انا هعمل اكاديمي. صح. فبقت الشهاده ملهاش قيمه. فبقينا بندور دلوقتي على ان انا الشخص اللي معايا ده يكون مؤهل اكتر ما هو ايه، اكتر ما هو معاه شهاده، مع ان المفروض ان الشهاده بتكون دليل على ان انت مؤهل. صح. ولكن عشان بقى عندنا كتير جدا بيقدم شهادات والشهادات دي غير معتمده وملهاش اي ظهر قانوني بيدعم ان الشخص ده ينفع اصلا ان هو يدرس. فيعني العمليه عندنا اتقلبت شويه. صح. اوكي. طيب لو هنقول نصيحه للرياضيين او من خلال خبرتك مع التعامل مع اصابات الرياضيين، فايه النصيحه اللي انت بتقدمها لهم عشان يتفادوا الاصابه من الاول؟ هو كون ان انت تقول احنا عايزين الرياضي يتفادى الاصابه من الاول، دي نقطه ممتازه جدا، لان دايما هي الوقايه خير من العلاج. انا ما ينفعش انتظر ان انا اتصاب وبعدين اروح اتعالج. بس خلينا ناخد الموضوع من ناحيه ثانيه.
هل عمرك شفت قبل كده حاجه بتبوظ مره واحده؟ يعني مثلا تلاقي لمبه مثلا اتحرقت مره واحده، ولا في الاول بتلاقي اللمبه تديك دي هنت كده ايوه ان هي بتديك هنت الاول ان آه. هي هتبوظ؟ صح. اي حاجه بقى، قيس ده على اي حاجه. حد بيعيا مره واحده، ولا بتلاقي فيه هنت كده ان في حاجات ممكن هو ما يكونش واخد باله منها، بس لو مظبوط. حد متخصص شافها يعرف ان في في مشكله. progression زي للموضوع. واحد مثلا يقول لك اصل انا لما بقوم من على الكرسي ساعات بحس بدوخه، آه. ويتجاهل هذه العلامه، وبعد شويه تبص تلاقيه بقى ظهر له بقى مشكله عضويه في القلب او في الضغط او اي حاجه، لان هو تجاهل العلامه دي. انما صح. لو كان قالها لحد متخصص من الاول كان كان يقول له ده الموضوع ريفرنس ان هيتحل في بدون ما حاجه. ندخل في كل المضاعفات دي. فهو رقم واحد عشان اللعيب يعمل وقايه من الاصابه لازم ان هو يعمل سكريننج او يعمل تشيك اب، زي ما بنروح نعمل ميديكال تشيك اب، بنعمل فحص طبي كل فتره عشان اتاكد ان انا سليم وما عنديش حاجه فيها مشكله او حاجه هيبقى فيها مشكله. لازم اعمل حاجه اسمها البري بارتيسيبيشن سكريننج او فحوصات ما قبل الممارسه، ودي بتبقى اختبارات كتير جدا، بيبقى يعني بنختار منها على اساس اللعبه اللي انت بتمارسها، وعلى اساس الهيستوري بتاعك، وعلى اساس الليفل اللي انت بتلعب فيه، عشان نعرف نطلع الاصابات اللي ممكن انها تيجي للاعب ده بناء على الارقام. فهو الموضوع هنا بيبقى كله جيم ارقام، بس عشان اعرف اطلع الارقام دي لازم اللعيب يجي ونعمله القياسات، وعلى اساسها بنحط البريفنتيف بروجرام او البرنامج الوقائي المناسب للاعب ده. فهي النصيحه اللي انا اقولها لهم، يعني حاول ان انت تعمل التشيك اب في بدايه كل موسم، وما تتجاهلش الاعراض. والالم هو انذار الجسم بيديهولك، او منبه الجسم بيبعته ليك عشان يقول لك ان في مشكله هنا، لازم تروح تتعامل معاها قبل ما تتفاقم وتوقفك غصب عنك عن ان انت تلعب. صح. يحموا نفسهم من الاول احسن ما بالظبط، احمي يتصابوا، نفسك وبعدين من الاول. الاصابه ما اصل هو بترجعش 100% يعني طبعا. يعني لسه من كام يوم ولي امر بيقول لي هو احنا هنفضل في الاصابات؟ يعني انا لازم كل شويه. قلت له ما هو انت بتعمل مجهود زياده عن الطبيعي. يعني هو اللعيب ده حد سوبر، مش الطبيعي ان انا عايش افضل اتنطط واجري، مش هو ده الطبيعي. ان انا اتمرن 4-5 ساعات في اليوم، وخصوصا مظبوط. العاب يعني لما بتدخل في المستوى الاحترافي عدد ساعات التمرين بيزيد في صح. اليوم. ف... فطبيعي يحصل لك اصابات. طب اضعف الايمان ان انت تعمل البري بارتيسيبيشن سكريننج عشان تعرف ايه اللي ممكن يجي لك، وعلى اساسه تاخد البرنامج الوقائي. طب يرد يقول لك اصل ده تكلفه زياده. فانا برد عليه اقول له انت لو بصيت على التكلفه بتاعت ان انت تعمل وقايه هتلاقيها ارخص كتير من تكلفه ان انت تتعالج. تتعالج. صح. لان انت هتتعالج، انت هتدفع ضعف اللي انت كنت بتدفعه في الوقايه. وانت بتتعالج انت فقدت وقت عن الملعب، قعدت في البيت شويه، مستواك البدني نزل، فاللي انت صرفته عشان ترفع الكفاءه بتاعتك بقى صح. في غير الارض. المضاعفات اللي انت هتحتاج، مش عارف بقى ايه اللي ده غير ممكن يحصل المضاعفات ثم النفسيه، يحصل حاجه بعديها. صح. ده غير المضاعفات كده النفسيه. كده ان فانت انت. خسرت صح. الموسم كله. مظبوط. ف... فلا، هي تكلفه الوقايه ارخص كتير جدا 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 من تكلفه ان انت تتعالج. مظبوط. صح. كلام سليم. نعمل ده سايلنت. اوكي، كلام جميل. طيب السؤال الجاي. طيب عايزين نعرف انت دكتور حسام شخصيا شايف ايه الصفات اللي المفروض تبقى موجوده في الشخص اللي عايز ينجح في مجال معين؟ بص، هي وصفه النجاح في اي مجال واحده. اول حاجه ان انت تكون واخد قرار فعلا ان انت عايز تنجح. يعني ده رقم واحد. خلي بالك انا ما بتكلمش بقى على مجال بروفيشنال ومجال رياضي. احنا حتى لما بنيجي نتكلم مع رياضي عشان نعمل رياضي بقى عندي 4 بيلرز. رقم واحد المايند سيت، ان انت تاخد القرار تبقى انت عايز ان انت تنجح. رقم اتنين ان انت تتقن العمل. يعني ايه تتقن العمل؟ يعني لما تعمل حاجه لازم تعرف كل تفاصيلها، ولا تدخر اي جهد في ان انت تخلي الحاجه دي كويسه. مش اللي هو طب ما هي ما عمل التمرين. يعني ممكن بتشوف مدربين كتير جدا واقفين جنب اللاعب شايف ان في حاجه غلط، بس هو مكسل ان هو يصلحها. حاجه بسيطه، مش هخسر حاجه لو صلحت له. اوريدي الوقت ده انا مضيعه او حطيته في الحاجه دي، فدي الوقت كله بكل المجهود في النقطه دي. فيبقى رقم واحد ان انا يبقى عندي مايند سيت، لازم اخد قرار ان انا انجح. رقم اتنين ان انا يكون عندي اتقان في العمل. رقم ثلاثة ان انا استثمر في نفسي. والاستثمار في نفسك ده اهم حاجه. يعني في ناس بيبقى عندهم كواليتيز كويسه جدا، يعني هو عنده سمات شخصيه ان هو ينجح. يعني يعني هو حد متفاني، حد بيبذل جهد، حد منضبط. انما بيبقى عنده ثغره كبيره جدا، هو ما بيستثمرش في نفسه. تيجي تقول له مثلا تحضر ورك شوب في حته معينه، لا اصل غاليه. طب ممكن تشتري كتاب معين، لا اصل كتاب ايه، لا اصل غالي.
فتبص تلاقيه بيحاول دايما ان هو يتزاكى على ان هو يعلم نفسه. صح. يعني هو ينقلب الذكاء بتاعه يبقى ضده مش في مصلحته. أيوة. فالاستثمار في النفس بيرتبط بقى بحاجه تانية وراه، ان انت تكون متواضع، ان انت التعليم ما بيقفش وما بيعتمدش على شخص بسنه او بمكانه. يعني انا لما بتعامل مع الاطفال الصغيرين الطفل ده بيعلمك، تخيل. طبعا صح. لا انا ده مش دي كلام حقيقة، انشا دي كلام والله، انت لما المدرسين لما بتتعامل حد حتى برضه مع الطفل الصغير وانت بتشتغل معاه الطفل ده بيعلمك، بيعلمك ازاي تتعامل معاه. فلما يجي لك واحد زيه بعد كده هتتعامل معاه صح. بيعلمك ان انت ممكن حاجه كنت بتعملها بطريقه معينه هو يقول لك لا انا مش عايزها بالطريقه دي، فانت عرفت ازاي ان انت تقدمها او تابروتش بطريقه مختلفه تحسن الانجيجمنت وتحسن الاكسبيرينس بتاعت اللعيب اللي زيه المره الجايه، او تحسن له الاكسبيرينس بتاعته في المره اللي بعدها وانت بتتعامل مع حد مختلف سنيا. فانت نفس الحاجه اللي انت بتقدمها ممكن نفس التمرين، نفس المعلومه، نفس السلوك اللي انت عايز تعمله، بس الابروتش اللي انت هتدخل بيه عشان تقدمه للشخص ده هيختلف ما بين لعبه للتانيه، ما بين سن للتاني، ما بين شخص جاي من مكان معين او عايش في مكان معين لشخص عايش في مكان تاني. فانت ما تقولش ان انا عارف كل حاجه مهما انت اتعلمت، لا في حد عنده حاجه احسن منك. مهما انت كان عندك ثقه في نفسك في حد عنده ثقه اكتر منك. مهما انت كنت بتتقن عملك ممكن يبقى في حد بيتقن عمله اكتر منك. فانت دايما تكون عينيك عامله قد كده عشان تتعلم. صح. فدي وصفه النجاح، تاخد قرار ان انت تنجح، تتقن العمل بتاعك، تستثمر في نفسك، واخيرا ان انت تكون متواضع والعلم ما بيقفش على حد. صح، كلام من ذهب يا دكتور والله. طيب لو هنقول ايه اكبر ناخد الحلو ولا الوحش الاول؟ طيب خلينا ناخد سؤال الاول كده. عايز اعرف وكلنا عايزين نعرف مش لوحدي يعني، انت بدايتك في المجال كانت ايه؟ ويعني اول خطوه خدتها وكل ده اتبنى عليها بعد كده، فهل انت كنت شايف كل ده ولا انت خدت اول خطوه وبدات الدنيا بتجر بعضيها؟ بص، لو قلت لك ان انا كان عندي رود ماب واضحه عن الستبس اللي انا بعملها هبقى كذاب. انما انا كان عندي ادراك كامل ان انا عايز اعمل ايه، او ايه الفاليو اللي انا عايز اوصلها في الاخر. فانا ما بيني وما بين نفسي كان القرار الاساسي اللي انا واخده ان انا عايز اصنع اختلاف. عايز اصنع اختلاف والاختلاف ده مش مرتبط بس بالبيئه اللي حواليا، الاختلاف ده مرتبط بيا قبل ما يبقى بالناس اللي حواليا. يعني انا عايز اكون شخص افضل من اللي انا عليه امبارح. ده كان التحدي الاساسي بتاعي. ابتديت ازاي؟ والله ما كانش هو البلان خالص ان انا ادخل الموضوع بتاع التاهيل ده. يعني ما كان ده جت صدفه، ما كانتش حاجه متخططه. يمكن دايما الحاجات الصدفه دي اللي بترسم لنا يعني انا كان البلان عندي ان انا اتخصص في الجزء بتاع الفسيولوجي، لان انا الاول كنت سترينث اند كونديشننج، كنت شغال في الاحمال والجزء بتاع الفسيولوجي وازاي كل بقى الفيزيولوجيكال تيستس والفيزيولوجيكال بارامترز. ده كان الميول بتاعي. وبس لما جينا سنه رابعه في الكليه احنا بننزل حاجه اسمها تدريب ميداني زي الانترنشيب كده. فنزلنا، انا نزلت في المستشفى بتاعه الروماتيزم والمفاصل والعظام بتاعه القوات المسلحه اللي هي في العجوزه. فنزلت في وحده التاهيل اللي هناك، وكان مشرف علينا اطباء في الوحده. فابتديت اشوف هم بيتعاملوا مع ناس مصابين وازاي الناس حياتهم بتتاثر بالموضوع، وازاي شخص بيدخل بيبقى بشكل معين وبيطلع بشكل تاني. ممكن مش شرط بيطلع بتحسن فيزيكال، الناس بتدخل باتيتيود وبتطلع باتيتيود مختلف. شفت حاجه مختلفه جدا، شفت الكوميونتي ازاي الطبيب، او حتى كان في مؤهلين وكان في اخصائيين علاج طبيعي موجودين. يعني هو كان في تيم كامل موجود، الناس اللي بتتعالج ازاي مرتبطه نفسيا ومرتبطه من ناحيه المشاعر والانفعالات بتاعتهم بالتيم اللي موجود هناك. فحسيت ان في كوميونتي مختلف، حسيت ان هم فعلا بيعملوا فرق. فابتديت ان انا اتحمس شويه. يعني زي ما قلت لك يا وصفه النجاح ان انت تتقن العمل، ان انت في المكان اللي انت فيه لازم تديله 100%، مش اللي هو مش عايز تديله يبقى ما تبقاش موجود في المكان. انا اولى بالوقت ده. فانا كنت بروح
حسيت ان انا يعني انجذبت شويه للاصابات بتاعه العمود الفقري، لان كانت اغلب يعني ممكن ده كان بحكم ان المكان كان اغلب حاجه فيه العمود الفقري. فابتديت افكر لا انا عايز اعمل برنامج هي ليه الناس بتتصاب، انا عايز يعني ده كان فكري من قبل حتى من قبل ما اقرا بقى ان اعرف ان في حاجه اسمها بري بارتيسيبيشن سكريننج وفي حاجات اسمها تنبؤ بالاصابه ووقايه. انا عايز اعمل برنامج اخلي الناس ما تتصابش منه، يعني اعمل تمرينات للناس دي عشان ما تتصابش. وابتديت اشتغل على الموضوع شويه وحاولت بقى اجمع كل التمرينات اللي بتشتغل على الاوبراك، تقريبا جمعت اكتر من 360 تمرين ورصيتهم على الحيط عندي، وابتديت اقعد اصنف بقى التمرينات الاكتيفيشن بتاع العضلات دي بيشتغل قد ايه ودي وعملت برنامج ووديته هناك للناس اللي كانوا بيشرفوا علينا. انبهروا بالموضوع جدا، يمكن دي حاجه هم اللي وروهاني، يعني هم انبهروا بالموضوع وحسوا ايه ده انت عرفت الكلام ده منين، انت جبته منين بالظبط. فشجعوني اكتر، فبدل ما كنا بننزل يوم واحد في الاسبوع بقوا يخلوني انزل 3 ايام و4 ايام، والوقت الفاضي يقولوا لي لا تعالى انزل. وبعد كده ناس منهم كلموني ان انا اشتغل معاهم بره، وبعد كده توقفت، يعني خلصنا السنه بقى دي وخلاص خلصنا الموضوع ده. كانت خبره كويسه ان انا اشتغلت في الاصابات وحاولت ان انا ايه يعني اتشالنج نفسي في الموضوع ده. وبعد كده اتخرجنا وكملت شغلي في السترينث اند كونديشننج عادي، وانا بسجل ماجستير، سجلت حتى فيسيولوجي في الاول. انما جيت في وقت واحنا بنعمل رغبه، يعني في الاول خالص عندنا تسجيل مبدئي وبعد كده ايه في ورقه في الاخر، خلاص الورقه دي هسلمها انا خلاص ايه بقيت في الحته دي. فالورقه دي وانا بعملها كان في دكتوره يعني استاذه ليا ربنا يمسيها بالخير قالت لي بس انا شايفاك في الاصابات علامه. وبعدين وانا واقف ايه فانا بعزها بشكل شخصي. فهي كان ليها تاثير عليا في الحته دي، فرحت مغير الموضوع اصابات ورحت مقدم، ومن هنا ايه وقفت شغل السترينث اند كونديشننج بعدها باسبوع على طول رحت موقف واتجهت بقى للشغل بتاع الاصابات. ومن هنا بقى ابتديت ان انا اقرا. انا طبعا من وانا في الكليه كانت قرايتي كلها انجليزي ما كانتش عربي، يعني كنت تقريبا اغلب الكتب بتاعه التدريب اللي في الكليه اللي هي في مكتبه الكليه كنت خلصتها على سنه ثانيه كليه، فابتديت من سنه ثالثه ما فيش حاجه عارفه اقراها فلازم اقرا انجليزي. فابتديت ان انا اقرا انجليزي على طول، فابتديت اجيب طبعا عشان اللغه كانت عامل مساعد جدا في ان انا ايه اتحرك لقدام، يعني مش هقول لك بقى شطاره ولا هو الموضوع اللغه، لان انا عرفت اقرا، هو الكلام مش مستخبي، انت لو دخلت على جوجل هتلاقي كل حاجه. فانت بس معاك الكي ووردز، دخلت دورت لقيت ايه ده في حاجات كتير امال احنا ما بنعملش الكلام ده ليه. فابتديت اجيب واطبق واجيب واطبق واعمل عضويات في المنظمات الدوليه واحضر المؤتمرات بتاعتهم اشوف الناس دول بيتكلموا في ايه. ولما احضر المؤتمرات بتبقى مختلفه عن الكورسز، المؤتمرات بتبقى كبسوله صغيره جدا، بس الكبسوله دي عامله زي ايه زي عارف كان في زمان البلي الصغير ده اللي ترميه في الميه يتنفخ كده، الكبسوله دي عامله كده، فانت تاخدها وتدور عليها تبص تلاقي الكبسوله دي اتنفخت بقت قد كده. فهو اللي بيدي لك كده مفاتيح وبيدي لك اجدد حاجه موجوده واحسن حاجه وصلوا لها، فانت تدخل تاخد الريفرنسز بتاعه الموضوع ده تدور عليه تلاقي الموضوع كبر منك، الموضوع عمال بيكبر. ايه ده الكلام ده كان موجود فين؟ ده احنا كنا عايشين في ميه البطيخ بقى. والله بكلمك بجد. ومن هنا بقى يعني الموضوع انطلق، يعني انت مجرد حطيت ايديك على اول الطريق وابتديت تمشي. انما ان انا كنت عارف انا ايه الخطوات اللي انا هعملها، انا النهارده هعمل كذا والنهارده هعمل كذا والنهارده هعمل كذا، لا هو انا ابتديت انا عايز اعمل اختلاف وعايز اعمل الحاجه دي صح وعايز اقدم فاليو فعلا وعايز كل يوم الحاجه دي احسن منها. فبقى ده اللايف ستايل، ان انت كل يوم بتتشالنج نفسك ان الحاجه اللي انت بتقدمها تبقى احسن. مش شغال عشوائي، حاولت ان انا اعتمد في شغلي كله ان كل حاجه تكون بالارقام، وبالتالي الارقام لما تتعود ان انت تشوفها بتقدر ان انت تشوف الاناميليز اللي فيها، يعني تشوف الانحرافات اللي بتحصل في الارقام، فتبدا هو الانحراف ده حصل هو اشمعنى الرقم ده اتغير النهارده بالشكل ده، فتدخل تدور تلاقيك وصلت لحاجه جديده، او من الارقام ان انت تبروديوس حاجه جديده. فهو في الاخر هو طريقه تفكير ومايند سيت انت بتتعامل ازاي.
بس اعتقد دي كل حاجه. انما عشان بس عشان ما نقفلش الموضوع، لان الموضوع ما كانش عشوائي 100، يعني هو طبعاً. مش عشوائيه. في ترتيبات هو الفكره ان انت انا مش عارف انا هعمل ايه، بس انا عندي الدافع ان انا اعمل ده. ولما بحط بلان لحاجه لازم الحاجه اللي بحطها دي انا عارف انا هعمل فيها ايه. يعني مثلا لما ابتدينا فكره الاكاديمي، انا عارف انا هعمل ايه في الاكاديمي، مش اللي هو انا هبدا اكاديمي وخلاص على كده. لا، هو انا ما كانش في دماغي قبل كده ان انا اعمل اكاديمي، جه في دماغي ان انا هعمل اكاديمي. طب وانا هعمل اكاديمي، لا هحط بقى ستيبس واحط بلان هعمل ايه في الاكاديمي. فهمتني كده؟ طب ايه الخطوه اللي بعد الاكاديمي؟ ما اعرفش، بس وقت لما هتيجي طالما انا عملت الفكره لازم احط لها ستيبس وبلان وهعمل تخطيط سليم وتخطيط كويس جدا. يعني الموضوع مش 100% عشوائي عشان طبعًا. ايه؟ عشان ما تبقاش مفهومه غلط. هو بيتبذل وبيبقى الطريق ده بقى ربنا بيبقى بياخدك من ده لده. بالظبط كده، بالظبط. بس هي الفكره يعني في مرونه في الموضوع، مش اللي هو انا لو ما عملتش دي خلاص كده. لا، هو لازم يبقى في مرونه وتتقبل ان مش كل حاجه انت هتعملها لازم عادي صح. جدا. انت عايز اتكلم عن النقطه دي برضه. لا، المرونه دي عنصر مهم جدا. حاجه انت قلتها لما قلت انا كنت رايح لهدف معين والكلمه في ناس دايما بتبقى مش حاطه في دماغها الكلام ده وفاكره ان انا كده فشلت في حاجه يبقى الحياه وقفت وما تبقاش فليكسبل في الحياه وبتحبط بسرعه. فدي برضو حاجه انت قلتها مهمه جدا، عايز اقف عندها للناس اللي هي بتبقى شايفه طريقها ورسماه، فلما يجي اي حاجه تقول لها امشي الناحيه الثانيه او هنا هيبقى احسن بترفض الفكره دي وتفضل ماشيه وممكن ما يكونش ده انسب حاجه ليها اصلا. لا، المرونه مهم جدا. بص، كان في مثل برضو حد من الناس المؤثرين فيا كان قاله لي، قال لي لا تكن صلبا فتكسر ولا تكن لينا فتؤكل. يعني ايه؟ يعني ما تبقاش سايب نفسك خالص كده فتروح مع الهواء، ما تبقاش واقف في اللي هو ما بتتحركش خالص، في اي شويه هوا جامدين هيكسروك. لازم تبقى لين، لازم تتقبل التغيرات. اصل احنا في الاول وفي الاخر احنا بشر. هل انت تقدر تملك ان انت تفضل عايش على طول؟ ما تقدرش تملكها. فانت ما تقدرش لا تملك قرار ان انت تتحكم في حياه، في ان انت تستمر في حياتك او تنهيها. فانت في الاخر انت موجود وبتحاول ان انت تعيش مع الوضع. احنا كده كده ربنا خلقنا عشان نتكيف. صح. يعني يمكن هو المبدا الاساسي اللي احنا بانيين عليه علوم التدريب كلها والعلوم التربويه كلها، ان البني ادم بيتكيف. فوات ايفر البيئه اللي انت هتحطها فيها وايا كانت البيئه اللي انت هتحط فيها البني ادم، هو مجهز ان هو يتكيف عليها. التكيف ده قد يكون ايجابي وقد يكون سلبي. يعني ممكن التكيف ده يبقى في مصلحتك وممكن يبقى ضدك لو انت اتحطيت في بيئه مش كويسه. فانت لازم تكون مدرك للنقطه دي، ولازم تبقى عارف ان التكيف ده سنه من سنن الحياه، والتغيير سنه من سنن الحياه لازم هيحصل. ولازم ان انت يعني ايه، هو في الاخر ده حصل طالما انت لا تملك القدره على ان انت تخليه يحصل او ما يحصلش، تملك القدره على ان انت هتشوفه ازاي. انت فاهم النقطه دي؟ نظرتك للموقف اللي حصل. هل انت هتقراه على ان هو موقف سيء، ولا هتقراه على ان هو حتى لو الموقف سيء ان هو خبره انت اكتسبتها ومش هتقع فيها مره تانية؟ فانا دايما عندي كده ايه، عندي حاجه مقتنع بيها، مش حاجه وحشه خالص ان انا اغلط، بس وحش قوي ان انا اغلط نفس الغلط مرتين. مظبوط. يعني اغلط اول مره عادي جدا، انما ان انت تقع في نفس الغلط مرتين دي كارثه. يبقى انت ما اتعلمتش، يبقى انت كده ما تكيفتش. كلام مظبوط. بس جميل. طيب عايزين ناخد اسئله مختلفه شويه كده. ماشي، يلا بينا. طيب عايزين نعرف ايه نقطه التحول في حياتك، يعني انت شايف ان دي حصل فيها اكبر شيفتنج من حاجه لحاجه ثانيه؟ نقطه التحول هي على مرحلتين، قرار وفعل. يعني القرار اتخذ امتى وبدا تنفيذه امتى؟ يعني زي ما قلت لك وانا بسجل، لما اتحولت من السترينث اند كونديشننج للجزء بتاع الاصابات والتاهيل وانا بسجل ماجستير. انما القرار اتخذ بعدها لما انا قدمت استقالتي اساسا من الشغل. كنت شغال في وادي دجله كمدرب احمال او مدرب لياقه بدنيه مع فرق الباسكت. فقدمت استقالتي وخلاص بقى ايه، قررت ان انا اشتغل في الريهاب. فدي كانت نقطه التحول وما كانتش سهله، اللي هو ايه، طب انا هعمل ايه؟ انت عارف مرحله ان انت تبقى عايش في حاجه وعامل خطه في حياتك كلها لحاجه، وبعدين انا خلاص النهارده واقف وهبدا حاجه. طب هبدا ازاي؟ هعمل ايه؟ حافظها صم. فهي دي كانت نقطه صعبه، اللي هو ان القرار اتاخد، حد اثر عليا ان انا اخد القرار وانا اوريدي، يعني هو التاثير ما كانش تاثير مطلق، اوريدي انا كان عندي مقدمات ان انا اخد القرار ده، بس كنت محتاج ايه؟ اللي يزقني. هو موجود جوه بس محتاج حد يزقني. فحد زقني، خدت القرار، يلا بقى ننفذ. صح. جميل. طيب ده يجيبنا لسؤالين تانيين.
عكس بعض خالص. ايه هي اكتر نقطة يأس وفشل حسيتها في عدد السنين اللي انت وصلت فيهم لحد دلوقتي؟ يأس وفشل. سواد، عارف انت لما تحس ان هي سواد قوي؟ حقيقي مفيش. بجد؟ مش مفيش عشان هو مفيش، عشان انت هو عديتها مفيش. بسرعة. لا مفيش عشان انا مش واخد ده اوبشن عندي. اه يعني انا ما عنديش حاجه اسمها فشل، يعني ما عنديش الكونسبت ده. هو في عندي كونسبت ان انا حاجه انا ما عرفتش اعملها، اوكي هدور على طريقه ثانيه اعملها. حلو صح. انما قصه ان هو فشل لا، يبقى انا يعني عندي الحته دي ايه، ممكن انا مؤمن بيها شويه. اه هو ربنا مش مقدر لي دي، يا اما ربنا حاطيني في الموقف ده. طب يا ترى هي حصلت، ربنا عايز يقول لي من الحته دي اه دي يعني. والله انا ما ده بكلمك قصدي بكل الفشل. امانه. الفشل معناها اللي هو انت دايما اصلا النجاح بيبقى فيه قبل خطوات صغيره فشلت عشان توصل للنجاح، او بتتعلم منها. ما بنسميهاش فشل، بنسميها ايوه، دروس. ما هو ان هي توقفني واحس بيأس، لا مش أوكي. موجوده. انما اكيد انت بتزعل، اكيد انت بتحس من جواك بحزن، بس في الاخر انت ما بتسمحش للحزن ده او يسيطر. للمشاعر السيئه دي ان هي تبقى تسيطر عليك. بس هي حاجه صحيه، حاجه صحيه ان انت تحس بده. الموضوع برضه عشان ما نبقاش ايه بنتكلم كلام مدهون بعسل والحاجات الغريبه دي. لا، هو حاجه صحيه ان انت تحس باحساس سيء، لان من غير الاحساس السيء ده انت مش هتطلع تاخد الخطوه اللي بعدها. تمام. بس الفكره ان انت تبقى فاهم ان الاحساس السيء ده طبيعي عشان انت بذلت مجهود، بس لازم تعرف او تفكر ايه هي الرساله اللي كان ربنا عايز يوصلها لك من ورا الحته دي. ممكن ده طريق مش صح ما تمشيش فيه، ممكن دي طريقه مش مناسبه، ممكن انت تعرضت لموقف عشان ينشف جلدك، عشان لما تدخل بعد كده والشغل يتقل معاك او الحاجه دي تبقى تاوبريت فعلا بشكل قوي، انت تبقى مأمن نفسك بشكل كويس. ودي حاجات اتعرضت ليها كتير في الشغل. اتعرضنا لحاجات كتير وابتديت ابديت السيستم بتاع الشغل، وبعد كده نقع في مشكله وابديت السيستم بتاع الشغل، وبناء على المشكله وقع تاني وابديت السيستم بتاع الشغل، عشان في الاخر لما اتعرض للمشاكل دي ما تبقاش بالنسبه لي مشكله. وده اللي موجود على ارض الواقع، ان انا ابتديت لما اتعرض لمشاكل زي كده ما اتعرضش، ما اقعش في نفس الفخ. يعني على سبيل المثال، احنا كان عندنا الايشيو اللي هي موجوده ما بين التخصصات العلاج الطبيعي والتاهيل والكلام ده. فكان عندنا مشكله مثلا الناس اللي هم بيجي ممكن يحصل واحد يبقى يجي هو واحد حاسس بوجع، او واحد كان عنده اصابه فبيجي لك يقول لك اصل انا اتعامل معايا، وممكن بعد كده تلاقيه ان هو غير مؤهل ان هو يشتغل في التاهيل. وانت قاعد مع الناس بتبقى اللي الموضوع ده بيبقى بيتعلق في يعني ايه، عايز اي حاجه يتعلق فيها عشان تنقذني من الالم اللي انا فيه. فلما تقعد تتفاعل مع الشخص ده بتبقى قدام حاجه من اتنين، قدام ان انت تبان ان انت حد شرير جدا، لا انا مش معلش امشي، يا اما ان انت تتعاطف معاه وتلبس في فخ ان انت تتعامل مع حد هو مش مناسب ان انت تتعامل معاه. فابتدينا نابديت في الناس قبل ما تدخل في كونسنت انت بتقراه وتمضي عليه، تفهم كل حاجه قبل ما نتعامل ايه فيس تو فيس. هل انت اليجيبل ان انا اتعامل معاك ولا مش اليجيبل ان انا اتعامل معاك؟ فانت تقرا تفهم ان انت داخل مكان بيقدم ريهاب، احنا بنشتغل على الاكسرسايز، مش بندي ادويه، مش بنشخص ونعالج، مش احنا اللي بنتعامل مع الالم. ولو انت حاسس بحاجه زي كده ارجع لحد متخصص، ارجع للطبيب المتخصص. فدي حاجه بسيطه. خلي بالك انا بقول لك الموقف كده من غير ما اقول لك المشاكل اللي حصلت من وراه. بس هو حاجه زي كده كانت بتوقعنا في مشاكل كتير، فابتدينا نعالجها ازاي بكده. انما مع اول مشكله مثلا لو كنت مايند سيت الفشل واليأس، طب ما انا شغال شغلي كويس، يعني اشمعنى ما انا بعمل كل حاجه صح، ده انا لا مفيش كده. في اراجع الموقف مره تانية بهدوء، الموضوع ما هوش شخصي في الشغل، الموضوع مش شخصي خالص. انت ستيبس انت مشيت، اصلا انا مش مولود بعمل الحاجه دي. أيوة. انا اتعلمتها، وممكن وانا بتعلمها حاجه ناقصه ما كملتهاش. فقصه يأس وفشل لا، هو في مشاعر حزن، حاجات بقى فيها مشاعر حزن عشان بذلت مجهود وحسيت ان المجهود ده ما كانش فيه قدامه المقابل، بس سريع جدا، لازم بسرعه جدا ان انت تتقبل الموقف وتحاول تقرا ايه الحاجه اللي سببت ان انت ما توصلش للهدف ده، وهل انت في الطريق الصح ولا في الطريق الغلط. بس كده. جميل.
طيب لو هنقول على النقيض بقى، ايه لحظه نجاح حاسس ان انت حققت فيها حاجه كويسه، او حاسس ان انت يعني ساتسفايد؟ كده كده دايما لازم واحد عنده ان هو باصص لقدام، بس يبقى في لحظه كده اللي هو ايه، انت براود بس لسه عندك تاني. ايه اللحظه دي؟ بص، اكتر لحظه بحس فيها ان انا براود او هم لحظتين. اللحظه الاولى مرتبطه بالناس اللي انا بدرس لهم، لما بتلاقي حد انت درست له وفعلا قدر ان هو يوصل ويتغير. اللحظه الثانيه لما بتشوف ان انت كان عندك اثليت او رياضي كان مصاب وخلص البرنامج بتاعته ورجع يلعب مره تانية وما عندوش اي حاجه، ورجع يلعب بمستوى احسن من اللي كان عليه. ومش بيرجع يلعب بس، هو بيرجع يلعب والمايند سيت بتاعته كمان بتتغير، لان هو الموضوع مش مجرد ان انا كنت عارف اعمل حاجه وما بقتش بعرف اعملها، او انا كنت بادي حركه والحركه دي اتحسنت. لا، هو بقى عنده مايند سيت ان هو يفكر ازاي يحمي نفسه من الاصابه، وبقى عنده مايند سيت ازاي ان انا اتعامل مع المشاكل. يعني انا بنقل طريقه التفكير بتاعتي سواء للناس اللي انا بدرس لهم او للعيبه اللي انا بتعامل معاهم، عشان يعرف يحل مشاكله بعد كده، ويتعامل مع كل مشكله ان هي تبقى وقود يخليه يروح للمرحله اللي بعدها، مش ان هي حاجه تسحبه وتغرقه لتحت. فهم دول اكتر لحظتين انا بحس فيهم ان انا فعلا حققت فاليو حقيقيه، او ان انا حققت قيمه من الشغل اللي انا بعمله. انما هل بنتكلم على انجاز مادي بقى ان هو انا عملت حاجه؟ لا لا خالص، مفيش اي حاجه من الحاجات دي بتبسطني. يعني مش اللي هو مثلا احنا عملنا اكاديميه، احنا عملنا مركز، احنا عملنا برانش جديد. لا لا لا، مش هو ده، لان كل دي هي ادوات عشان في الاخر اوصل للهدف الاساسي اللي هو الفاليو اللي انا بحاول احققها من الكارير. الكارير مش هدفه ان انا يبقى عندي مثلا اعظم اكاديميه في الدنيا، ولا ان انا عندي اعظم مركز في الدنيا، ولا ان انا ابقى اعظم دكتور ولا اعظم بروفيسور في الدنيا. الفاليو الحقيقيه هو انت قدرت تاثر بشكل ايجابي على كام واحد من الناس اللي حواليك او في الدايره بتاعتك. هي دي الفاليو الحقيقيه، وهي دي اللحظات اللي انا بحس فيها فعلا بالفخر. جميل. وانا قلت لك في لحظات انا ما بحسش فيها بفشل، بس اكتر حاجه بتوجعني هم برضو نفس الشخصين دول، لو حسيت ان انا ما قدرتش اساعدهم. يعني لو حسيت ان انا الشخص اللي انا بعلمه ده ما قدرتش ان انا اتعامل معاه بشكل كويس، ودي كانت ازمه كبيره في الاول. حاجه اتعلمتها يعني خليني اقولها برضو، اكتر درس اتعلمته في التعامل مع الناس اللي هو تقبل الاختلاف. لا، مش تقبل الاختلاف بس، قدر الاختلاف. دي اهم حاجه طلعت بيها في كل الحاجات اللي انا عديت بيها لحد دلوقتي في خبرتي المحدوده. ان شاء الله قدام شويه ممكن تزيد وتتغير، بس اكتر حاجه لمستني ان انت تقدر الاختلاف. وانت ممكن تتعامل مع حد تقول ده غبي، بس هو مش غبي، هو انت مش عارف توصل له بالطريقه المناسبه ليه. تتعامل مع شخص تقول ده اناني، هو مش اناني، هو بيفكر بطريقه معينه بس انت مش عارف توصل له بالطريقه دي. ده ما يمنعش ان في ناس كده وناس كده، يعني بس احنا بني ادمين وكلنا قدراتنا مش متساويه، بس هي الفكره ان انت تدور على الحاجه اللي هي انت تعرف توصل بيها للشخص ده. صح. فان انت تقدر الاختلاف وتشوف الميزه في كل شخص مختلف، دي اهم حاجه وانت بتتعامل مع الناس. يبقى اكتر حاجه بتحسسني ان انا براود ان انا فعلا اوصل لهم الفاليو. اكتر حاجه بتحسسني بمشاعر سيئه جدا، مشاعر سيئه ان انا فعلا ما اقدرش اساعد حد كان بيتعلم معايا، حد انا بعمل له منتورنج، او لعيب انا كنت المفروض ان انا اساعده ان هو يوصل يبقى في البيك بيرفورمانس بتاعه ومش عارف ان انا اعمل ده. بس جميل. احنا عامه مبسوطين ان انت كنت معانا النهارده حبيبي، وانا مبسوط بيكم الناس اكتر استفادت وانبسطوا من الحلقه. وهنلاقي طبعا اي حد هيعوز يكتب كومنتس او حاجه على الكلام اللي هينزل ده، اي اسئله الناس تحب تسالها تسالك عليها دايركت. واحنا معانا جيفت صغيره كده، دول تي شيرتس من فالي براند، ان شاء الله يعجبوك. هم دول سبونسر الحلقه معانا. طب كان البسه بقى؟ لا، ده يعني انت اتمرن بيه، حبيت تعمل منشن بيهم يعني، ان شاء الله يعجبوك. ده تي شيرت زي اللي انا لابسه، والاسود بتاعه برضه نزل اللوجو جميل ما شاء الله. فجفت صغيره كده. شكرا. وانت يعني نتمنى تكون انبسطت معانا من الحلقه والاسئله، بس تكون وصلت للناس اللي انت عايز توصلها. لا، انا سعيد جدا بالحلقه وبالرساله اللي انتوا عايزين توصلوها من ورا البرنامج بتاعكم او الحلقه اللي انتوا بتعملوها دي. وسعيد اكتر ان الموضوع
مش بريبيرد، مش مترتب. يعني انت، يعني انا حتى حاولت ايه اسال محمود اكتر، طب انتوا عايزين تتكلموا معايا في ايه؟ فساب لي الموضوع كده، لا هنسالك اسئله شخصيه، طب قول لي هتكلم في ايه. مظبوط. فهي دي احسن حاجه، ان الكلام يبقى ايه، يبقى طالع يبقى- عفوي، والكلام طالع من القلب، لان الكلام اللي بيطلع من القلب بيوصل دايما للقلب. صح. فدي انا بشجعكم جدا عليها، وموفقين ان شاء الله، وربنا يعينكم ويقدركم ايه توصلوا للي انتوا عايزينه. ميرسي جدا يا دكتور، حبيبي. شكرا جدا.